اراهنكم واوعدكم ان بعد الفيديو ده مش هتشتروا البقسماط من بره تاني ابدا، مش بس عشان سهل وبسيط وهعمله معاكم بمقادير مظبوطه وطريقه ناجحه، لا خالص، دي عشان احلى بقسماطه هتاكلوها في حياتكم. البقسماط بتاع المخابز والافران الاقتصادي على طريقتي ومقاديري الخاصه بكل احجامه واشكاله، بقسماطه مقرمشه ومخرفشه من بره ومفرغه ومورقه وبتدوب من جوه. كل صينيه من اللي شفتوها في اول الفيديو نص كيلو دقيق بس، عليه رشه من الملح وفتحه في نص الدقيق هحط فيها معلقه ونص كبيره مليانه سكر ونص معلقه كبيره مليانه خميره فوريه، ومعايا كوبايه من الميه الدافيه. هاخد ربع كوبايه الميه دي اشغل بيها الخميره كده في الاول، والمواد الدهنيه بتاعتي ربع كوبايه بس من الزيت النباتي، ومن عندي كده بالحب بحب احط معلقه سمنه بلدي اختياري، طب تقدروا تستغنوا عنها عادي خالص. وهقلب كده كويس جدا كل حاجه مع بعض، وهاخد بقيه كوبايه الميه اللي لسه مستخدمه الربع منها اضيفه بقى وابتدي الم العجينه بتاعتي لحد ما الاقي الميه بتاعتي اختفت خالص، بس لسه باقي عندي شويه من الدقيق. هنزل كمان بربع كوبايه ميه، يعني توتال السوائل بتاعتي اللي استخدمتها هي كوبايه وربع من الميه، لحد ما الاقي الدقيق بتاعي اختفى خالص والطبق عندي بقى نظيف فله. اعجن بقى كويس لحد ما العجينه بتاعتي تتلم كويس جدا بالشكل ده. هي عجينه ناعمه بس مش بتلزق ومش طريه قوي، يعني القوام متماسك شويه، عشان لو العجينه طريه قوي هتضايقني في التشكيل وفي الفرد. باخدها قدامي بقى على الرخامه وابتدي اقطعها طولي كده بالشكل ده، قطعه كده عادي، مش لازم تكون متساويه لان احنا لسه هنشكلها، مش دي طريقه التشكيل. القطعه بقى اللي قطعتها قدامي دي هرصها على الرخامه واسيبها تتخمر بقى وترتاح علشان اعرف اشكلها بكل سهوله. ولو حسيتوا في التشكيل ان ايديكم مش سريعه قوي، غطوا العجينه بكيس بلاستيك او فوطه نظيفه علشان ما تنشفش منكم. بعد ما ارتاحت عندي بقى باخد كل قطعه وابتدي اعملها رول قدامي بالشكل ده. حجم البقسماطه هنا بقى يرجع لينا، انا هعمل حجمين: البقسماطه التخينه اللي بتتغطى كلها بسمسم، او البقسماطه الرفيعه اللي بيكون عليها شويه سمسم. الطريقتين هقول لكم تعرفوهم ازاي. اول حاجه بعينينا كده نكون عارفين ان البقسماط لسه هيخمر ويتضاعف حجمه في الصواني، فرفعوا على قد ما تقدروا لو انتوا عايزين البقسماطه الرفيعه. لو عايزين البقسماطه السميكه شويه، لا هنسيب الرول اتخن شويه واحنا بنشكل دلوقتي. انا ليه بوصف لكم كده؟ علشان هو حجمه في التصوير مش باين. هاخد بقى القطع العجين بتاعتي وابتدي اعملها رولات كده وبرصهم ورا بعض بالشكل ده علشان اقطع بالطول على قد بعض، يعني يبقوا كلهم متساويين في الطول تقريبي كده بعناية. يعني هخلص بقى تشكيل كمية البقسماط بتاعتي كلها واقول لكم بقى على طريقتين لاضافة السمسم. اول طريقه عندي ان انا هحضر طبق فيه شويه من الميه، ميه تكون فتره من الحنفيه عادي خالص، وهضيف عليها معلقه من السكر وهدوب السكر في الميه كويس جدا. وطبق تاني عندي هضيف فيه كميه حلوه كده من السمسم المحمص، سواء شاريينه محمص او حمصتوه في البيت. بعد كده باخد كل بقسماطايه واحطها في الميه بتاعتي واغلفها كويس جدا، وبعدين انزل بيها في السمسم. هيلزق عليها السمسم بقى من كل الاتجاهات، ودي البقسماطه اللي بتكون غرقانه سمسم. طيب لو بحب البقسماط العادي خالص اللي بيكون عليه كميه بسيطه من السمسم، هرص الاول صوابع البقسماط بتاعتي في الصواني، وبعدين ادهنها دهنه بسيطه من الميه دي، او ممكن كمان دهنه حليب عادي خالص، وارش عليها بقى رشه السمسم العاديه من فوق زي ما بنعمل في العيش الفينو كده او اي مخبوزات عندنا. ودول طريقتين لاضافه السمسم على البقسماط. بعد ما رصيت البقسماط بتاعي في الصواني بسيبه بقى يخمر ويتنفخ براحته نص ساعه تقريبا. وبعد كده نيجي بقى للاهم وهي طريقه التسويه. هشغل الفرن واسخنه كويس جدا على درجه حراره 180 10 دقائق كده تقريبا. الفرن يسخن معايا كويس، هدخل البقسماط بتاعي في الرف اللي في النص 10 دقايق بالظبط. هتلاقوه اتنفخ كده وزاد حجمه وبدأ يمسك نفسه يتشمع. يعني في الوقت ده هقلل درجة الحرارة ل 150 160 على حسب قوة الفرن عندكم، وبسيبه بقى لحد ما يبتدي ياخد لون من تحت ويتحمر من الجناب. تقريبا بتكون تلت ساعة. ممكن اشغل الشواية بس اديله لون وتحميصة كده لو انا بحبه محمص زيادة، وبطلعه بقى من الفرن اسيبه يهدى خالص قبل ما احركه من الصواني عشان ياخد القرمشة والخرفشة بتاعته من الجو. سمعت صوت القرمشه؟ البقسماطه دايبه دوبان، مش ناشفه جدا، لا بالعكس بتتقطم معانا بكل سهوله، وتفريغاتها من جوه وخمرانه واخده هوا كويس قوي. ده غير اللون المظبوط والسمسم المحمص واخد البقسماطه في حته تانية خالص. وده الحجم التاني للبقسماط اللي كان اتخن شويه. كل صينيه من اللي انا مطلعاها دي استخدمت فيها نص كيلو دقيق بس. احفظوه بقى في كيس واقفلوا عليه كويس جدا
يقعد معاكم اطول فتره ممكن. ده لو ما فضلتوش تقرقشوا فيه رايحين جايين يعني من جميل. فطار وعشاء جنب كوبايه الشاي بلبن والجبنه، مش هتاكلوا احلى من كده في حياتكم. انا كده خلصت وصفه البقسماط بتاعي النهارده خلاص. متاكده من سهولته وبساطته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. ومتحمسه قوي ان كلكم تجربوه وتنزلوا لي الصور. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.